بعد كده نعيد صياغتها ونربط الربع الأولاني بالتصنيف الأساسي بتاعي. أولا القصة بتتكلم عن واحد بيحب واحدة، بس عشان يتجوزها لازم يوصل لمكانة معين، زي مثلا إن هو يكون دكتور في الجامعة. فالمهم هو دلوقتي حاليا بيحضر للدكتوراه عشان أبوها يوافق. ده كده الربع الأولاني. هل ده مرتبط بالتاريخ؟ خالص، ده كده رومانسي بحت. خلينا بقى نربطه. طيب احنا قلنا واحد عايز يتجوز واحدة، صح؟ فهو بيحضر للدكتوراه. لا لا، خلينا نعيد صياغة. هو مدرس تاريخ بيحضر للدكتوراه بتاعته يتجوزها، من غير بقى ما نخش في تفاصيل كتير بتاعة الرومانسية. فعمل ايه؟ راح لمكتبة قديمة كلها كتب تاريخية، بيجيب منها الكتب بدل ما نجيب كتب جديدة عشان يحضر للدكتوراه. فمن ضمن الكتب دي لقى جواها خريطة كنز، ودي بقى المفروض ان هي من اول صفحة 101 لحد الاخر. احنا بقى هنجيب الجزء ده فوق في الربع الاولاني. خريطة الكنز دي كان معاها رسالة ما بين ألف وب، بيتكلموا عن ازاي يوصلوا للكنز. بس المشكلة ان الرسالة دي كانت من سنة 500 ميلادي. فهنا البطل بتاعنا مدرس التاريخ قرر ان هو عايز فعلا يجيب الكنز ده عشان يبقى معاه فلوس يجوز البنت اللي بيحبها. فهو دلوقتي مهمته بقت ان هو يربط الاماكن الموجودة في الرسالة من سنة 500 ميلادي بالاماكن الموجودة حديثا دلوقتي عشان يقدر يوصل للكنز ده فعلا. خلينا نقارن بقى ما بين الاتنين. في القديمة كانت اول 100 صفحة بتتكلم عن قصة الحب بتاعته هو والبطلة. طيب هنا بقت اول 100 صفحة بتتكلم عن ان هو عشان يتجوزها جاب كتب من مكتبة يعمل دكتوراه فلقى خريطة الكنز. كده ممكن بقى تخلي الاتنين ماشيين مع بعض ان هي كمان بتدور معاه، بس طبعا هو بيكون البطل. فعزيزي الكاتب، احنا كده قعدنا صياغة الربع الاولاني بقى مرتبط اكتر بالتصنيف، والقارئ بتاعك استحالة يحس ان في حاجة غلط. فلو عايز تعرف اسرار اكتر عن الكتابة والستوري تيلينج ما تنساش ترجع لاكتر من 50 نصيحة. مش مصدق ان احنا وصلنا 50، بس ال50 نصيحة موجودين على الصفحة.